أهلاً بيكم. كل يوم إحنا بنكلم الكمبيوترات بتاعتنا، بنديها أوامر، بنسألها، بس عمرنا فكرنا إزاي الجهاز ده اللي كل لغته أصفار وحيد بيفهم أصلاً كلامنا المعقد ده؟ النهاردة هنشوف مع بعض أول خطوة وأهم خطوة في الحكاية دي كلها. وهو ده بقى السؤال المهم، يعني لو الكمبيوتر مش فاهم يعني إيه تفاحة زي ما إحنا فاهمينها، إزاي أصلاً بيعرف يدور عليها في جوجل؟ أو يترجمها، أو حتى روبوت زي اللي بنتكلمهم دول يستخدمها في جملة مفيدة. الموضوع ده بجد لغز. طيب عشان نفهم الحكاية لازم نرجع خطوة لورا للأساس خالص. الإنسان والكمبيوتر كل واحد فيهم بيتكلم لغة مختلفة تماماً. لغتنا إحنا فيها كلمات ومشاعر وخيال، لكن لغة الكمبيوتر هي عالم تاني خالص، عالم الأرقام والمنطق وبس. خلينا ناخد مثال بسيط عشان الصورة توضح. كلمة زي قطة، أول ما بنسمعها بيجي في دماغنا إيه؟ صورة كاملة، كائن لطيف كده ليه فرو وبيعمل صوت معين، ممكن حتى نفتكر القطة بتاعتنا في البيت. طيب الكمبيوتر بقى بالنسبة له كلمة قطة دي في الأول ولا حاجة، مجرد شوية حروف جنب بعض زي ما تكون مكتوبة على ورقة، ملهاش أي معنى ولا أي إحساس. طيب العلماء لما بدأوا يفكروا في المشكلة دي، أول حل جه في بالهم كان بسيط قوي ومنطقي جدا. قالوا إيه؟ بسيطة، هنجيب القاموس كله وكل كلمة فيه هنديها رقم مميز وخلاص. يعني مثلا لو عندنا جملة زي الولد يلعب في الحديقة، هتتحول لشوية أرقام ورا بعض. الولد تبقى رقم 1، يلعب تبقى 2، في تبقى 3، الحديقة 4. يعني الجملة بقت 1 2 3 4. سهلة اهي، وتبان إنها فكرة تمام، صح؟ المشكلة بقى إن الكمبيوتر في الحقيقة ما فهمش أي حاجة خالص. هو كل اللي عمله إنه شال الكلمة وحط مكانها رقم. يعني هو مش شايف أي علاقة بين كلمة ولد اللي هي رقم 1 وكلمة بنت اللي ممكن تكون واخده رقم 500 مثلا، ولا فاهم إن يلعب ويجري دي أفعال شبه بعض. الأرقام دي كانت عاملة زي بطاقات تعريفية كده، مجرد ليبلز من غير روح. وهنا بقى العلماء أدركوا أنهم محتاجين حل أذكى من كده بكتير، حل يخلي الكمبيوتر مش بس يشوف الرقم، لأ، ده يخليه يحس بمعنى الكلمة نفسها. الحل العبقري ده هو اللي بنسميه word embeddings أو التمثيل المتجهي للكلمات. الفكرة هنا بقى مش إننا ندي الكلمة رقم 1 وخلاص، لأ، إحنا بندي كل كلمة مجموعة من الأرقام، كذا رقم مع بعض بنسميهم متجه. الأرقام دي بتشتغل كأنها إحداثيات زي الجي بي اس كده، بتحدد مكان الكلمة دي فين على خريطة عملاقة للمعاني. والجميل في الخريطة دي إن الكلمات اللي معناها قريب من بعض أماكنها على الخريطة بتكون قريبة من بعض. يعني هنلاقي كلمة قطة محطوطة جنب كلمة كلب، ومدرسة هتلاقيها قريبة من جامعة، بس في نفس الوقت الكلمات دي كلها هتكون بعيدة قوي عن كلمات زي سما أو بحر. بالطريقة دي الكمبيوتر لأول مرة بدأ يستوعب إن في علاقات بين الكلمات. والأغرب والأجمل من كل ده إن الكمبيوتر بقى بيقدر يعمل عمليات حسابية على المعاني. تخيلوا كده معايا المعادلة العجيبة دي. لو جبنا إحداثيات كلمة ملك وشلنا منها إحداثيات كلمة رجل وزودنا عليها إحداثيات كلمة امرأة، تفتكروا الناتج هيطلع إيه؟ هيطلع قريب جدا من إحداثيات كلمة ملكة. ده مش سحر، ده معناه إن الكمبيوتر لوحده من كتر البيانات اللي شافها قدر يفهم العلاقة بين النوع والمناصب. طيب الكلام ده جميل قوي، بس لما نيجي نطبقه على لغتنا اللغة العربية بنلاقي تحدي من نوع خاص جدا. الموضوع بيبقى أصعب شوية. اللغة العربية زي ما احنا عارفين لغة اشتقاقية، يعني بتعتمد على الجذور. خلينا ناخد جذر زي ك ت باء. من الثلاث حروف دول بس بنطلع كمية كلمات رهيبة: كتب، يكتب، مكتوب، كاتب، كتاب، مكتبة، وغيرهم كتير. كل دي كلمات شكلها مختلف، لكن كلهم بيدوروا حوالين معنى واحد أساسي اللي هو الكتابة. التعقيد ده بقى بيعمل مشكلة للكمبيوتر. إزاي هيعرف إن كل الكلمات المختلفة دي هي في الأصل عيلة واحدة؟ هنا بقى بيحتاج تدريب مكثف جدا وتحليل دقيق قوي عشان يقدر يربط كل الكلمات دي ببعض ويفهم إنهم كلهم جايين من نفس المصدر. طيب في النهاية ليه كل اللي قلناه ده مهم؟ إيه لازمته؟ لأنه ببساطة هو حجر الأساس لكل حاجة. حرفياً كل حاجة بنشوفها النهاردة في الذكاء الاصطناعي اللي بيتعامل مع اللغة. يعني أهم حاجة نطلع بيها من الشرح ده إن أول خطوة وأهم خطوة بياخدها الكمبيوتر عشان يفهمنا هي إنه يحول كلامنا لخريطة المعاني الرقمية دي.
من غير الخطوة دي كلامنا بالنسبة له هيفضل مجرد حبر على ورق. كل حاجة مبهرة بنستخدمها النهاردة، من أول الترجمة على جوجل لغاية شات جي بي تي، كلها واقفة على الأساس ده، إن الكلمة تتحول لرقم بيمثل معناها وعلاقتها بالكلمات التانية. تمام قوي، كده الكمبيوتر بقى عنده قاموس أو خريطة للمعاني. بس ده مش كفاية، إنه يعرف معنى كل كلمة لوحدها حاجة، وإنه يفهم جملة كاملة على بعضها حاجة تانية خالص. طيب إزاي بيعمل كده؟ إزاي بيركب المعاني دي مع بعضها عشان يفهم السياق؟ هل إحنا بنقعد نحفظه قواعد النحو زي في المدرسة؟ ولا في طريقة تانية خالص بتعتمد على تحليل مليارات الجمل من على الإنترنت؟ ده بقى السؤال اللي هنجاوب عليه المرة الجاية